بخصوص البورد الامريكي وفارم دي ودبلومه الكلينيكال والحاجات اللي زي دي، كان في سؤال على احد جروبات الصيادله. واضح ان هو حد فريش بيسال سؤال الحقيقه كويس، وكتير مننا يعني كتير من الخريجين بيدور في ذهنه السؤال ده. آه الحقيقه هو كذا سؤال في بعض. اول حاجه، هل البورد الامريكي زي معادله او برومتريك للشغل في امريكا؟ سؤال كويس. لا، البورد الامريكي ملوش اي علاقه بشهاده المعادله الامريكيه. شهاده المعادله خطواتها طويله، طبعا هي 3 خطوات: خطوتين على مستوى امريكا كلها، وخطوه على مستوى الولايه اللي انت هتشتغل فيها. anyway، الفكره انه هي بروسس طويله وبتاخد سنوات وفلوس كتير جدا عبال ما تقدر تحققها. وفي النهايه بعد ما تاخد الشهاده بتاعتك، يعني هل انت ضامن الشغل ولا لا في الولايه دي؟ مش متاكدين. المهم يعني ما علينا من موضوع المعادله لامريكا، ولكن الفكره انه آم، البورد الامريكي ملوش اي علاقه بشهاده المعادله، ولا الامريكيه ولا الكنديه، ولا حتى البرومتريك السعودي، ولا البرومتريك بتاع دبي ولا ابو ظبي، ولا اي برومتريك ليه علاقه بالبورد الامريكي. تمام؟ علشان بس ايه، يكون في فصل كامل بين النقطتين للتوضيح. النقطه اللي بعد كده، انا خريج صيدله، كل ده في نفس السؤال. انا خريج صيدله عام، هل هحتاج اخد كلينيكال علشان اخد البورد الامريكي؟ الاجابه برضو لا. اي صيدلي خريج كليه صيدله يقدر ياخد البورد الامريكي بشرط. الحقيقه البورد الامريكي بيشترط حاجتين علشان تاخد الشهاده بتاعته. وباي ذا واي، البورد هو شهاده، مجرد شهاده، مش دراسه. علشان بعض الناس بتكون متخيله ان البورد ده دراسه، انا بروح ادرس سنه سنتين واخد البورد. لا، هو مجرد امتحان. الامتحان فكرته قائمة على مبدأ انه هما بيفترضوا ان انت صيدلي اتخرجت واشتغلت واوريدي شغال بقالك كذا سنة، وبتيجي تعمل امتحان بيثبت كفاءتك وتخصصك في مجال معين من مجالات العمل الصيدلي. مجرد امتحان بيثبت ان انت شاطر جدا في الحتة دي. خلاص. والامتحان ده بيتعمل مرتين في السنة، في ابريل وفي اكتوبر. واي حد ممكن يقدم له، بشرط انه الصيدلي يكون مر عليه في الشغل في مجال التخصص اللي هو رايح يمتحنه ده 3 سنوات. 3 سنوات. طبعا يعني خلينا نقول انه اي صيدلي اتخرج بقاله 3 سنين بيقول ان هو شغال في مجال الفارماكوثيرابي مثلا بقاله 3 سنين، سواء في صيدليه او كلينيكال او ايا كان، وان هو بيمارس الفارماكوثيرابي بقاله 3 سنوات، وبسهوله جدا بيقدر يقدم على امتحان الفارماكوثيرابي. أم، وطبعا يعني بعدين انت لما تتخصص وتشتغل كلينيكال، ممكن تبقى تتقدم على تخصصات تانية زي الانفكشوس ديزيز، كريتيكال كير، كارديولوجي. ساعتها بتكون انت فعلا ممارس وفعلا محتاج الشهاده. لكن انت في البدايه كل اللي ممكن تحتاجه هو الفارماكوثيرابي فقط، علشان يعني المحتوى بتاعه فعلا قيم يعني. فدي النقطة التانية. انت مش محتاج تكون خريج كلينيكال، اي صيدلي ينطبق عليه الشرط خلص 3 سنين يقدر ان هو يمتحن البورد الامريكي، يقدم على امتحان البورد الامريكي. أم، طيب سؤال تاني بيقول: اخد كلينيكال ولا بورد ولا فارم دي؟ وبيكمل السؤال: انا عاوز خبرة ومعلومات، او انا عايز خبرة ومعلومات البورد، وفي نفس الوقت شهادة اقدر اشتغل بيها بره او في مستشفيات كبيرة هنا. حلو. اهم حاجة انك تكون محدد الهدف ايه علشان نعرف نختار الوسيلة الاقرب. هو حد محتاج معلومات كويسة وفي نفس الوقت شهادة يقدر يشتغل بيها بره مصر وفي المستشفيات الكبيرة في مصر. طيب خلينا نشوف هما بره بيحتاجوا ايه وفي المستشفيات الكبيرة بيحتاجوا ايه. هما الاتنين بيحتاجوا نفس الحاجة، بيحتاجوا ان انت حد يكون دارس نظري ومعاك اي حاجة عملي. طيب البورد بيقدم لك دراسة نظرية او دراسة عملية او محتوى عملي؟ لا، البورد هو شهادة بتقول يعني ان انت حد مذاكر. خلاص. طيب دبلومة الكلينيكال، الدبلومة هي سنة نظرية فقط وما فيهاش أي حاجة عملي. فارم دي سنتين، سنة نظري والسنة التانية عملي. وطبعا السنة التانية العملي دي بتكون في مستشفيات، بتختلف المستشفيات دي من جامعة إلى التانية. خلينا نقول إنه من أفضل الجامعات في مصر في النظام التدريبي بتاعها هي جامعة القاهرة وعين شمس. الحقيقة ممتازين جدا، ومستشفيات كتير يعني. ولكن يعني لان احنا دربنا الشباب بتوع جامعة القاهرة بالذات لما كنا في ابو الريش، الحقيقة انه الجدول بتاعهم بتاع التدريب يستحق كل جنيه يدفع فيه. ايا كان، الفكرة انه
عايز خبرة ومعلومات وعايز شهادة تقدر تشتغل بيها بره مصر وجوه مصر، فهي الفارم دي قطعا وقولا واحدا. لكن لو انت محتاج معلومات بس، مش محتاج حاجة، يعني مش عايز تشتغل كلينيكال في مصر، بس عايز حاجة تديلك ادفانتج وميزة زيادة، لو انت عايز تسافر الخليج، ففي الخليج بيقدروا قوي البورد الامريكي، بيقدروه جدا. بالذات لو انت هتروح الامارات. لو هتروح الامارات ومعاك بورد امريكي، يعني ممكن ربنا يكرمك وتلاقي شغل في مستشفى، سواء صيدلي عادي بقى او صيدلي كلينيكال او ايا كان، بس ممكن تشبط علشان يعني بسبب البورد الامريكي. فارمي دي بقى بناخد وندي فيها. انت واخدها من جامعة ايه؟ طب النظام ايه؟ طب الكريكولم كان ايه؟ اصل هم بيعترفوا بجامعات وجامعات لا، اصل مش عارف. يعني عشان تطلع من الدايلما دي، البورد الامريكي يفلتك منها لو انت هتروح الامارات بالذات. يعني السعوديه عادي، فارم دي الحقيقه المصريه والبورد الامريكي الاثنين ليهم كريديبيليتي ومصداقيه عندهم. المشكله الوحيده كانت في الزماله، ولكن اصلا ما فيش يعني السؤال هنا مش عن الزماله. ولو حد محتاج اي حاجه عن الزماله، في فيديو على اليوتيوب مع الزميل الدكتور محمود مصطفى، اتكلمنا فيه باستفاضه عن موضوع الزماله بكل شروطها بكل نظامها. يعني all in all اتمنى اكون جاوبت على الاسئله بتاعه الزميل. ولو اي حد محتاج اي سؤال تاني او في نقطه مش واضحه بالنسبه له، يكتب في التعليقات، وان شاء الله ابقى اعمل فيديو تاني او ارد في التعليقات عليه لو الحاجه بسيطه يعني. شكرا، الى اللقاء.